انا حبيت اعمل جروب من غير عزة وجمعتكم فيه علشان عاوزة نعمل لها مفاجأة. ازيك يا عبير؟ ايه الجروب ده ومفاجأة ايه يا ترى؟ ايه ده، انتوا ما بتزهقوش من الجروبات؟ انتوا كده هتخلونا اتلخبط. اتكلم انا فين بقى؟ واتس ولا ماسنجر؟ ما تثبتولكوا على حل يا بنات. استنوا، هقول لكم انا جمعتكم ليه. كويس انكم اتجمعتوا. بصوا بقى يا حلوين، احنا اول مرة هنزور عزة، عاوزين ندخل عليها بهدية حلوة كده ونفرحها. طبعا يا عبير، وده عايزة كلام؟ طول عمرك صاحبة واجب يا عبير. انا كمان كنت ناوية اعمل كده على فكرة، اخد لها حاجة بسيطة كده، يعني بدل ما الواحد يدخل بايده فاضية اهو نعمل منظر ونعمل جو يعني. ايه يا منى، انتي وحفصة مش بتردوا ليه؟ طبعا يا عبير، ربنا يسهل. ماشي يا عبير، ان شاء الله يا حبيبتي. بنتي يا منى تعالي، عايزاكي في كلمة بسرعة، يلا. ايوه يا حفصة، انا كنت هندهلك حالا. خير؟ ايه رأيك يا ست في كلام عبير هانم واللي بتقوله عن الهدايا والكلام الفاضي اللي احنا سمعناه في الجروب ده؟ عايزة اعرف رأيك. سيبك منها يا اختي، عاوزة تجيب هي ما تجيب. انا عن نفسي مش هجيب حاجة لحد. هدية ايه؟ ام هدية. ومين يا اختي اللي يجيب لي؟ مين احيه؟ معاكي حق والله يا بنتي يا منى. مين اللي يجيب لي؟ من دي قناتها اكبر من قنواتنا وزمانها بتقبض على قلبها قد كده. ده احنا غلابة وعايزين اللي يجيب لنا، بلا خيبة. بقولك ايه يا حفصة، كبري دماغك يا اختي من الموضوع ده. احنا كفاية علينا ان احنا نروح نزورها معاهم وخلاص، وكفاية قوي قوي ان احنا هزينا طولنا ورحنا زورناها. تحمد ربنا وتبوس ايديها وش وظهر. كلامك مظبوط يا حبيبتي. اسيبك انا بقى دلوقتي واقوم اشوف اللي ورايا عشان نتقابل بكرة عند عزة. خلاص ماشي، ان شاء الله نتقابل بكرة عند عزة. اقوم انا بقى اخلص المواعين اللي في الحوض اللي ما بتخلصش دي. اهلا وسهلا بكم يا حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ اتفضلوا اهلا وسهلا، نورتوني والله وشرفتوني. انا فرحانه جدا جدا انكم جيتوا، والله كان نفسي اشوفكم من زمان واقابلكم. اتفضلوا اقعدوا. هتتغدوا دلوقتي ولا ترتاحوا الاول من السفر؟ نتغدى ايه؟ انت عايزة تخلصي اوام لما نشبع منك الاول ونقعد معاكي يا عسل. ازيك يا بطوط، عامله ايه حبيبتي؟ والله كان نفسي اشوفك قوي. ازاي يوسف وازاي البنات؟ ما جبتيش حد معاكي ليه منهم؟ كان نفسي اشوفهم قوي. قلبي يا زوزو، متعوضة المرة الجاية ان شاء الله بإذن الله اجيب لك يوسف واخوات يوسف يا حبيبتي. ربنا يبارك فيك يا حبيبتي، تسلميلي. بصوا عندها الشاشة قد ايه. بصوا كده يا بنات، بصي يا هبة، بصي يا فاطمة. قال بكام الشاشة دي يا عز؟ عجباكي يا منى يا حبيبتي؟ اتفضليها والله ما تغلاش عليكي. هوبا حبيبتي القمر، ساكتة ليه؟ لا يا حبيبتي والله هقول ايه بس، لا اله الا الله. الا قولي لي يا عز، الخاتم اللي في ايدك ده يا حبيبتي حلو قوي، جبتيه امتى يعني؟ ما جبتلناش سيرته واحنا ليل نهار على الشات مع بعض، ناقص ناكل ونشرب سوا. ايه اللي منى بتقوله ده؟ هي وام حفصة اتجننوا ولا ايه؟ ينفع كده؟ ايه يا بنات اللي بتعملوه ده؟ احنا جايين نزورها ولا جايين نقر عليها؟ اسكتوا شوية، كسفتونا. معاكوا حق والله يا بنات، دول زودوها على الاخر. ربنا يستر على عزة من عينيهم. شفتي يا اختي لما تحت السواهي دواهي؟ شفت شقتها وعفشها ولا العيشة بتاعتها عاملة ازاي؟ ايوه يا حبيبتي، ولا كان باين عليها اي حاجه، وبقالنا سنتين نتكلم على الشات ودايما تدعي الفقر. سبحان الله في طبعها. حسرة علينا، ما عندناش مشاهدة زيها ولا حتى يا اختي بنقبض ربعها.
ايوه يلا بقى حظوظ، هنعمل ايه، نصيبنا كده. ايه يا بنات، بتتوشوشوا على ايه؟ طيب ما تشركونا معاكم. ولا حاجة يا عبير، هنقول ايه يا حبيبتي؟ بنقول كل خير. سلامتك. طبعا اللي شفتوه قدام حضراتكم ده كله كان تمثيل في تمثيل وما يخصش اي حد فينا، لكن كله بيحصل قدامنا في الواقع وبنشوفه في حياتنا اليومية في المجتمع، حبينا نعرضه على حضراتكم ونناقشه معاكم، وبكده تكون وصلت رسالتنا. بصوا يا حبايبي، المغزى من الفيديو والرسالة اللي حابين نوصلها ليكم إن ما ينفعش نحسد بعض، ما ينفعش نقر على بعض، ما ينفعش نحقد على بعض. والله والله وفي السماء رزقكم وما توعدون. ربنا موزع الأرزاق ومقسمها، كل واحد له 24 قيراط هياخدهم كاملين مش ناقصين حاجة. يا جماعة انتوا ما تعرفوش اللي ربنا اداله نعمة اخد ايه منه قصادها. ولا تعرفوا تعب وكافح وطلع عينه قد ايه علشان يبقى عنده النعمة دي. اكيد طبعا احنا كاصحاب لازم نحب بعض ونفرح لبعض، ومش لازم ابدا ابدا يكون جوانا غل وحقد على بعض. ده رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قدوتنا، قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. صدق رسولنا الكريم. وبكده تكون خلصت حلقتنا ووصلت رسالتنا، والى اللقاء ان شاء الله في مسلسل جديد، ومع السلامة.